العربيه عندي بتستهلك بنزين جامد وانا مش عارف ايه السبب. اولا هي ممكن تبقى اسباب كتير جدا، بس 99% من الناس اللي بيحصل معاها كده بسالهم سؤال هما بيعرفوش يجاوبوا عليه: هو تانك عربيتك كام لتر وبيمشيك قد ايه؟ ده المعدل الصح، مش الرقم اللي طالع لك على العداد، لان اللي طالع لك على العداد ده استهلاك تقريبي او لحظي بيتغير كل شويه على حسب دوستك وعلى حسب المسافه اللي انت مشيتها، وبتختلف. هو بيحسب من اول ما دورت العربيه، ولا من اول ما فولت، ولا من اول ما بدات التريب، ولا على حسب ايه بالظبط. فلو انت مش فاهم عربيتك ومش قاري كتالوجها ومش عارف العداد اللي قدامك ده بيحسب لك ازاي بالظبط، تعال اقول لك تعرف معدل الاستهلاك مظبوط ازاي. فول عربيتك لحد اول فاصله، لحد ما المسدس يفصل، وصور العداد بتاعك، وبعدين امشي بعربيتك وما تحطش بنزين تاني لحد ما لمبه البنزين تنور. ساعتها وانت بتفول بص على عداد عربيتك وشوف انت مشيت كام كيلو، وشوف عدد اللترات اللي العربيه خدتها لحد ما المسدس يفصل. من عدد اللترات اللي اترقت لك دي هتشوف مشيتك كام كيلو، وساعتها بس هتقدر تقرر العربيه بتستهلك بنزين زياده ولا لا. ولو لقيتها بتستهلك